ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى محمد. هعمل معاكم النهارده الكنافه بطريقه جديده. ان شاء الله تجربوا تعملوها بالطريقه دي وتعجبكم ان شاء الله. مبدئيا انا معايا نص كيلو من الكنافه. تمام. هجيب بوله كبيره بقى واحط فيها النص كيلو من الكنافه وهوريكم اعمل ايه دلوقتي. جبت بوله كبيره كده زي ما انتم شايفين وحطيت نص كيلو من الكنافه. هبتدي بقى ايه اقطعها بقى ايه قطع صغيره على قد ما اقدر. لو عايزه تعمليها في الكبه مفيش مشكله، بس انا بحب اقطعها على ايدي. قطعت كل كمية الكنافة زي ما شايفين. بصوا قطعتها كده كده زي ما شايفين كده. خلاص. ح... ح... هحط عليها 3 معالق كبار سمنة بلدي سايحين. سيحت ال3 معالق كبار كده سمنة بلدي زي ما شايفين كده. هحط منهم جزء بقى في ايه قعر الصينية. حطيت جزء كده في الصينية زي ما شايفين كده، دهنت بيه الصينية. الباقي بقى هحطه على الكنافة. ده شكلها بعد ما حطيت كل كمية سمنة كده زي ما شايفين كده. خلاص. هبتدي بقى ايه ارصها في الصينية الكنافة. انا هستخدم كريمة الحشو بالقشطة مايونيز. عشان اعمل كريمة الحشو بالقشطة من شركة مايونيز محتاج كوب ونص لبن بارد، وهضيف محتويات العبوة لكوب ونص لبن بارد وهقلبه جيد. حطيت كوب ونص لبن بارد، هضيف محتويات العبوة ليه. ضفت محتويات العبوة كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اقلب على البارد، وبعد كده بقى ايه هرفعه على النار لحد لما القوام يتقل معايا. قلبت كله على الباقي زي ما انتم شايفين. هبتدي برفعه على النار لحد ما القوام يتقل معايا. رفعت على النار كده لحد ما القوام يتقل معايا كده زي ما انتم شايفين. بصوا اهو لازم يكون القوام كده ايه تقيل. هروح بقى ايه ارص صينيه الكنافه. هحط بقى الكنافه في الصينيه اللي احنا دهناها بالسمنه. خلاص. هحط الطبقه الاولى. بعد كده بقى ايه هقولكوا هعمل ايه. كده رصينا الطبقه الاولى كده زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى اعمل حرف ايه في الكنافه عشان ايه الكريمه ما تسربش. هضيف ايه بقى؟ اول حاجه مش هضيف الكريمه، لا، هضيف بسكوت. هحط بسكوت اللي هو بالشوفان. خلاص ده نزل جديد اللي هو بالفول السوداني والشوكولاته. وهضيف بسكوت لوكس. وهضيف بسكوت آه، نايس بجوز الهند. تمام. انت ممكن تضيفي اي نوع بسكوت انت تحبيه. ضفت كده الطبقه الاولى البسكوت كده زي ما انتم شايفين. ضفت بسكوت بالشوفان وبتاع ده وفول السوداني وقطع الشوكولاته. عايزه اقول لكم بسكوت ده نزل جديد من الشركه، جميل جدا جدا جدا. وضفت بسكوت لوكس. وضفت بسكوت نايس من شركه بسكوت مصر. تاني طبقه هضيفها دلوقتي معاكم. ضفت بعد كده بقى ايه بليله. البليله دي يا جماعه مستويه سوا كامل، يعني منقوعه ومسلوقه سوا كامل. وضفت ايه شوفان، بليله وشوفان. دي تاني طبقه. هضيف بقى تالت طبقه. ضفت بقى تالت طبقه. خلاص انا هعمل نصها تمر والنص التاني ايه موز. هقول لكم طبقات تاني. عملت طبقه كنافه وعملت فيها حرف كده زي ما انتم شايفين. خلاص. وبعد كده عملت رصيد بسكوت بسكوت شوفان وشوفان بفول السوداني وشوكولاته نازل جديد من الشركه. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا جدا جدا. وحطيت بسكوت لوكس. وحطيت بسكوت نايس بجوز الهند من شركه بسكو مصر. وتالت طبقه حطيت شوفان وحطيت بليله مستويه سوا كامل. خلاص. وتالت طبقه حطيت نصها تمر والنص التاني هعمله ايه موز. ممكن تعملي تمر مع موز، تعملي ده حسب ما تحبي انت، بس انا عملتها نص نص. ده الشكل النهائي للايه لحشوه الكنافه. هضيف بقى ايه الكريمه. دي الكريمه. خلاص. عايزه اقول لكم قوام الكريمه مهم جدا يا جماعه. الكريمه تبرد، مهمه جدا النقطه دي. هضيفها بقى للطبقه اللي انا عملتها. ده شكلها بعد ما ضفت طبقه الكريمه. هضيف بقى ايه الطبقه التانيه من الكنافه. ضفت الطبقه التانيه من الكنافه كده زي ما انتم شايفين كده. خلاص يا دوبك بس بضيفها وطبطب بس عليها، بس اطبطب بس عليها كده. خلاص بحيث ان انا اوصل الاطراف. ده الشكل النهائي للكنافه قبل ما تخش الفرن. هدخلها مده نص ساعه. خلاص. هشغل عليها النار من تحت. وبعد كده هشغل عليها شويه من فوق يا دوبك تاخد لون. وبعد كده بقى ايه اطلعها واسيبها بالشربات. دلوقتي انا هدخلها الفرن. ده شكلها قبل ما تخش الفرن زي ما انتم شايفين كده.
ده شكل صينية الكنافة بعد ما طلعت من الفرن. قدموا ألف هنا وشفا. عاوزة أقول لكم قعدت في الفرن بالظبط نص ساعة. شغلت عليها 20 دقيقة من تحت، أخدت لون، وبعد كده بقى شغلت عليها شوي من فوق أخدت اللون الجميل ده. هبتدي بقى أسقيها بالشربات. هسقي بقى الكنافة بالشربات. مهم جدا يا جماعة الشربات يكون بارد والكنافة سخنة. مقادير الشربات: كوباية ونص سكر، وكوباية ونص مية. سايطة بالشربات. مهم جدا يكون شربات الكنافة يكون تقيل. أنا حطيت كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية، ويكون الشربات بارد مش سخن، والكنافة سخنة. هغطيها بقى شوية خلاص. وبعد كده بقى هقلبها. غطيتها شوية بقى، هبتدي بقى أقلبها. ده شكل الكنافة بعد ما قلبتها. بصوا جمال، واخدة لون واحد من تحت. بصوا الأحرف بتاعتها، بسم الله ما شاء الله، طالعة مظبوطة زي الفل. هقدمها وارجع لكم. ده شكل سلطة الكنافة بعد التقديم. قدموا ألف هنا وشفا. عاوزة أقول لكم أنا زودتها بجوز الهند والزبيب وفول السوداني. ممكن تزوقي بالمكسرات، أو ممكن تزوقي بقطع الفاكهة، أو ممكن تزوقي بالفاكهة المجففة، ده حسب ما تحبي انتي. هقطع معاكم قطعة وأوريكم بقى الطبقة بتاعتها. قطعتها قطعة منها كده زي ما انتم شايفين. بصوا جمال، بصوا الطبقة بتاعتها. هوريكم كده. بصوا طبقة الكريمة، ودي طبقة الموز، والناحية التانية طبقة الكريمة وطبقة ال 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 البلح زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا عملناها 3 طبقات زي ما انتم عارفين. عملنا اول حاجه طبقه البسكوت، وبعد كده حطينا قمح، واللي هو البليله، قمح البليله وشوفان. وبعد كده حطينا عملنا نصها حطينا تمر، وعملنا النص التاني حطينا موز. وبعد كده ضفنا الكريمه. ان شاء الله جربوا تعملوها وتعجبكم ان شاء الله. عاوزه اقول لكم الطبقات بصوا زي ما هي كده. بصوا جمال. ادي طبقة البسكوت، وبعد كده طبقة القمح والشوفان، ودي طبقة ال الموز خلاص. وبعد كده الكريمة، بعد كده بقى الكنافة زي ما شايفين كده. طالعة مظبوطة. بصوا جمال. بصوا، اهم حاجة تعملوها بنفس الطريقة اللي انا عملتها معاكم، هتطلع معاكم مظبوطة زي دي بالظبط. ان شاء الله تجربوا تعملوها وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الوصفة لايك واشتركوا في القناة، وياريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد عليكم جميعا.